ياه، انا مش مصدق نفسي. خلاص كده كيليان امبابي معانا. انا مش هقدر استوعب غير لما الراجل ده يدخل السنتياجو. ده انت يا اخي ابن حواري مدريد جدا. اهدى يا اسطى كده، مالك؟ وبعدين انت كل الهيصه دي عشان لاعب ومحسسني انها احسن صفقه انت هتكسبها. طبعا يا اخي ده احسن من احسن صفقه اخر 10 سنين، والواد هيفيدنا كمان 7 سنين قدام على الاقل. طب ايه رايك اجيب لك صفقه تكسب منها طول عمرك وكمان هتعملها كل موسم؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ مستحيل طبعا. اسمع بس وركز معايا، انت ممكن اصلا ما تقدرش على الصفقه دي. قول بس كده وهنشوف. اهدى. وقبل ما طموحاتك تعلى وتفكر يا ترى ايه الصفقه دي، فلوس ولا استثمار في اسهم بورصه ولا ذهب ولا ايه، اي حاجه انجز بس يا عم، قول شوقتني. صيام 10 ذو الحجه. نعم شفت؟ قلت لك اهدى يا عم، مش قصدي حاجه والله، بس انا دماغي راحت في حته تانية. طب هاتها بقى وخليها هنا واسمع الكلمتين دول كويس، عشان دي حاجه هتفيدك دنيا واخره. معاك حق والله، هو المفروض الكوره ترفيه وبس، والاهم من ده اننا نراعي الدين بتاعنا ونحافظ على مبادئ. يلا نبدا. الصفقه مدتها 10 ايام والتجديد كل سنه. صيام 10 ذو الحجة أمر مفضل عند الله ومستحب للمؤمنين، وهي حاجة من الحاجات اللي وصانا بيها الرسول صلى الله عليه وسلم. وأخص إن صيام يوم عرفة اللي هو اليوم التاسع كفارة لسيئات سنة فاتت وسنة جاية. الرسول فضل ال10 أيام دول فضل كبير، ده حتى فضله عن الجهاد في سبيل الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام ال10. قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. ياه. طب بقول لك ايه، عرفنا نعمل ايه في الايام دي؟ عايز اكسب الصفقه دي بكل حاجه فيها. بص يا اخويا، كل الاعمال الصالحه اللي بتكسل تعملها طول السنه تجاهد نفسك وتعملها في ال10 ايام دول. اي ذنب بتحاول تبطله ومش عارف، اغصب على نفسك وبطله في الايام دي. هتلاقي سكك الخير اتفتحت في وشك وبقيت مرتاح نفسيا وراضي رضا تام، وبتأدي فروضك وواجباتك كمسلم وانت مبسوط. طب ادينا امثله يا اخويا. لا يعني اعمل ايه؟ لان حاسس ان انا تايه. الصلاه يا جماعه بسننها، النوافل زي قيام الليل وذكر ربنا، زي التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل. تقعد تقرا قران في الجامع لغايه ما الشمس تطلع. تتصدق، بر الوالدين وصله الرحم، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، المحافظه على الوقت. تعرف انت هتدي وقتك لايه. غض البصر، غض البصر عن اي حاجه محرمه. تحفظ لسانك ما ينطقش الا بما يرضي الله. واكيد اكيد صيام يوم عرفه تحدي حلو وجامد. 10 ايام هعمل فيهم كل حاجه تثبتني على طاعه ربنا. مش هيهمني الحر وهصوم، مش هيهمني اي حاجه كانت بتلهيني، وهركز في الدعاء والقرب من ربنا. ربنا يهديك يا حبيبي. ال10 ايام دي والعباده فيها من شعائر ربنا. فابسط كده وتفائل ان عندك قلب جاهز للصح وبس. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. انا خايف لو التزمت اول يومين 3 استكفى على كده واكسل اكمل، وقتها تفوق نفسك على طول وتفتكر ان دي مجرد خدعه ومكر من الشيطان او نفسك الاماره بالسوء. مش عايزينك تبقى من الصالحين او تفوق من الغيبوبه اللي انت عايش فيها. ربنا يجازيك كل خير يا اخويا، وربنا يقدرني ان نعمل كل حاجه صح زي ما امرنا. ربنا يهديك ويهدينا ويثبتنا على طاعته يا اخويا. لو لسه مكمل معايا لغايه هنا، كمل دعمك بلايك وكومنت وشير. صلي على النبي في الكومنتس. ولو انت على اليوتيوب يا ريت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان اول ما ننزل اي جديد يوصل لك. يا ريت تدعوا لاخواتنا بالصبر والثبات والنصر باذن الله. وبس كده، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.